فالدولة لابد أنها تؤدي الواجبات عليها تجاه المواطن. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت قصة هذه الضجة عندما اعتلى الخطيب المنبر ليناقش موضوع الوطن والمواطنة بين الحقوق والواجبات، حيث ركز على نقاط اعتبرها الكثيرون جريئة وواقعية. أولا، المسؤولية المشتركة. أكد الخطيب بوضوح أن العلاقة بين المواطن والدولة هي علاقة تبادلية قائمة على الحقوق والواجبات، فكما أن على المواطن التزامات تجاه وطنه، فعلى الدولة بالمقابل مسؤوليات جسيمة، وعلى رأسها توفير الصحة والتعليم وفرص العمل والأمن والاستقرار. ثانيا، قضية الهجرة السرية. وفي حديثه عن الشباب الذي يغامر بحياته في قوارب الموت نحو المجهول، وجه رسالة غير تقليدية داعيا إلى عدم لوم هؤلاء الشباب، مرجعا السبب الرئيسي إلى غياب الشروط الأساسية للعيش الكريم، ومشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكل عوض الاكتفاء باللوم. ثالثا، بناء الإنسان. شدد الخطيب على أن وعي الشباب يبنى عبر المناهج التعليمية قوية وتوفير فرص حقيقية تضمن لهم مستقبلهم داخل وطنهم، مؤكدا أن الشباب اليوم بحاجة إلى أفعال ومستقبل ملموس على أرض الواقع، أكثر من حاجتهم إلى مجرد شعارات وخطابات نظرية عن حب الوطن. هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام إذا سرعان ما تفاعلت الجهات الرسمية، حيث قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقيف الخطيب نهائيا عن مهمة الخطابات، معتبرة أن ما ورد في خطبته يخالف الضوابط والقوانين المؤطرة لخطبة الجمعة بالمملكة. إذن أعزائي المشاهدين، هل ترون أن قرار التوقيف كان في محله، أم أن الخطيب كان يلامس الواقع بجرأة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء، بالتوفيق في فيديو جديد إن شاء الله.